الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، دلالات ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسة جديدة بعد ما شاهدنا هذا الإجماع الغير عادي في جلسة مجلس الشعب مساء اليوم. ما حدث في مجلس الشعب هو إجماع وطني يعكس الإجماع الوطني الموجود في الشارع، وظننا شفنا أنه في حشود في الشارع أيضا بتهتف مؤيدة لهذا الترشيح، وبعتقد أنه ما جرى في مجلس الشعب اليوم هو تأكيد على حاجة المجتمع إلى الرئيس مبارك، وتأكيد على أن حجم الإنجازات الذي تحقق وحجم ما هو مأمول أيضا من الرئيس مبارك بالتأكيد كان دافع أساسي ومهم حول حالة الإجماع الوطني. ما حدث اليوم في مجلس الشعب هي رسالة للكافة، رسالة لكل من هم بالخارج، رسالة لكل مواطن مصري وعربي ليدرك عن يقين أن مصر جميعها تقف وراء الرئيس مبارك في مشروعه الوطني ومشروعه القومي، في دفاعه عن الطبقات الفقيرة، في دعمه للديمقراطية، في تأكيده الدائم والمستمر وتبنيه لحرية التعبير وحرية الصحافة. هذا الإجماع الوطني بالتأكيد هو تعبير عن آمال لفترة قادمة، تعبير عن مشروع وطني في ذهن كل مواطن مصري لديه مطالب خاصة يطرحها على الرئيس، وبعتقد ان الرئيس عمره ما هيخذل الشعب المصري في مطالبه وفي تطلعاته نحو الحرية ونحو مزيد من العدل الاجتماعي ونحو قيم أصيلة يجب أن تستمر وأن تبقى موجودة في المجتمع المصري، ونحو تأصيل الانتماء الوطني والانتماء القومي للأمة العربية، ونحو حرص أكيد على سلامة الكيان الوطني وسلامة الكيان القومي في مواجهة كل القوى التي تريد شرا بهذه الأمة. زي ما احنا شايفين حالة الارتياح كبيرة جدا في الشارع المصري، دايما الرئيس بيبدأ في بداية فترات حكمه بحالة من الارتياح والرضا، وغالبا بينتهي في فترات حكمه بحالة من السخط. ما نراه الآن في مصر صورة مختلفة وجديدة. نرى أن مع بداية المرحلة الرابعة لتولي الرئيس مبارك حكم مصر فنجد حالة رضاء كبيرة جدا في الشارع المصري، وآمال كبيرة جدا معلقة في رقبة الرئيس نحو شعبه الذي أحبه والذي وقف معه في كل الأزمات وفي كل المشروعات الذي تبناها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي، على الصعيد الوطني أو على الصعيد